عمرك حاولت تبيع حاجه ليك والمشتري قال لك مش مستاهله السعر ده، وساعتها حسيت انه بيقلل من قيمتها مع انك شايف ان السعر ده منطقي جدا؟ اللي حصل هنا مش خلاف على الفلوس، اللي حصل هو انك وقعت في واحده من اعمق الحيل اللي دماغك بيعملها، الا وهي تاثير التملك. دان رايلي في كتابه بريدكتبل ايراشنال بيحكي عن تجربه عملها بنفسه. جاب تذاكر لماتش رياضي مهم جدا في الجامعه، نص الطلبه خدوا التذاكر ببلاش والنص التاني حاول يشتري منهم التذاكر دي. تفتكر معايا كده الناس اللي معاها التذاكر كانوا مستعدين يبيعوها بكام؟ كان المتوسط 240 دولار. طيب واللي عاوز يشتري كان مستعدين يدفعوا لحد كام؟ اقصى رقم كان 25 دولار. طيب بص معايا كده، نفس التذكره نفس القيمه السوقيه، لكن اللي معاه شايفها ذهب واللي بيشتري شايفها مجرد ورق. ليه بقى؟ لان مجرد ان الحاجه بقت ملكك دماغك بيديها قيمه اعلى، بتحس انها جزء منك، وبيعها بيكون بالنسبه لك تضحيه مش صفقه ابدا. والموضوع مش بيقف عند الحاجات دي بس، ده بيوصل حتى للافكار والوظائف والعلاقات، ده حتى لبسك القديم. انت تتمسك بحاجه مش عشان هي افضل اختيار، لكن علشان هي بقت بتاعتك مش اكتر. والاخطر انك بتبدا تبرر لها وتدافع عنها وتديها قيمه مش حقيقيه عشان بس تحافظ على احساس الملكيه ده عندك. اوقات بنفشل اننا نبدد فكره او ناخد خطوه جديده مش لان اللي عندنا احسن، لكن علشان دماغنا بيخاف يفرط في اللي ملكه. الوعي بالحكايه دي مهم جدا، لان في حاجات محتاجه نسيبها وفي فرص مش بنشوفها طول ما ايدك مشغوله باللي خلاص ما يخدمكش. اسال نفسك، هل انا متمسك بده علشان هو الافضل ولا عشان هو معايا وخلاص؟ وقول لي تحت في الكومنتات بصراحه ايه اخر حاجه فضلت متمسك بيها مع انك كنت عارف انها مش فارقه اصلا غير في دماغك. سلام.